الحواري وفي بعض الأحياء، ولدينا العديد من الاستطلاعات فيما يخص القمر الاصطناعي ووقوعه في بعض الأماكن أو في مكان ما أو في زمان ما. ولدينا أيوة لو سمحت يا أستاذ. أيوة تفضل، اسمك كريم؟ النزير صديق. النزير صديق. نحن عملنا استطلاع لبعض المشاهدين وأنت من ضمنهم، بنسأل لو القمر الاصطناعي ده وقع في منطقتكم هيحصل شنو؟ هيحصل شنو؟ هيحصل طبعا القمر ده لو وقع هيكسر دشدش الدنيا وما فيها. يعني بكسر اكتر من المطر والمويه كده. يعني القمر ده لما يقع هيجيب معاه مويه؟ لا ما في مويه طبعا. هيكون في بعوض؟ لا. هيكون في طوفان كتير؟ هيكون في الرياح مزعجه؟ لا. هسه المويه ما كسرت البيوت، مده ما كسرت، حلتنا اتكسرت انتهت. المطر القمر ده هيجيب معاه مويه مطر؟ ما افتكر. لسه ما انا ما شايف. يعني اساسا في كسر، اساسا في بعوض، اساسا في رياح مزعجه. يعني ما يعني بتفتكر انه ما مشكله كبيره يعني؟ والله انا ما فارق معي، انا فارقه معي بس ميه المطر يعني، ولا البعوض والسهر اللي بقى بالليل. الناموس وكده. ايوه والناموس ولا الرياح المزعجه وعدم التصريف. ده انا الفارقه معي، لكن القمر كان وقع ما بيفرق معي كثير يعني. لا هو بكسر عموما، بكسر اكثر من الكسيره اللي احنا فوقه ده ما اظن. شكرا جزيلا. يديك العافيه. يا طيب انت مضخم لموسى يا اخي. يا اخي المواضيع دي عاديه جدا وبتحصل لاي زول. احتمال كبير جدا انت تكون وقفتك في الشارع غلط، صدفه حصلت، عادي جدا يعني. يا من يا اخي كده خلي الشارع يكون انا مثلا اكون ادور مروحه، تقوم المروحه تقع من السقف وتكسر الحاجات كلها الغرفه كلها وانا امرق منها. عادي جدا، ممكن المروحه تقع وتصيب الناس كلها ومصيبك انت، دي عاديه جدا يعني، صدفه ممكن تحصل. كيف يعني تكون عادي؟ طيب انت قعدت هنا انت خلاص زحل يعني؟ انا كنت بس اقلل الحوادث ما امرق. طيب الحاجه الجايه من السما دي هتتصرف معاك ايه؟ القمر ماله؟ القمر ده ما سمعت بيه؟ القمر الجاي واقع في الوطه دي هيقع وين ومتين ما معروف، ده هتعمل معاه شنو؟ يعني الكلام ده ممكن 200 ده ما اعرف. يعني هو في يعني وين يعني في الله اعلم يقع وين ومتين ما اعرف. ما علنا غير حفلة. أيها السيدات والسادة، ونحن نواصل في استطلاعاتنا عن القمر الصناعي الذي سيقع في أي مكان وفي أي زمان. ولدينا أيوة الأخ هناك لو سمحت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ مرحب بك. نحن حقيقة محطة فضائية بنتكلم عن القمر الصناعي وهو حيقع في أي مكان أو زمان. مرحب بيه. مرحب بيه. لا أنت فهمتني إنه القمر الاصطناعي نعم حيقع. ما يقع ما يجونا ونحن حنستقبلهم كلهم. لا انت الظاهر عليك ما فهمتني يعني. فاهمك يستقبلوا ليك ونعمل لهم عزومه وننزلهم كلهم ونضيفهم ونفتح لهم البيوت والدواوين وننزلهم في كل البيوت. يا استاذ. نعم. اسمك كريم. عادل. يا عادل انت فهمتنا انه نحن بنعمل استطلاع. نعم. عشان نعرف انه القمر الصناعي ده لو وقع في اي مكان او في مكان انت موجود فيه. نعم. هيحصل شنو؟ هيحصل شنو؟ ما حنستقبله. لا هم ما ضيوف يعني، ما القمر الصناعي ده ما فيه رواد فضاء ولا كده. القمر يعني حيقع غصبا عن ما يجينا في شنو يعني؟ اللي ينزل عندنا كان في واحد ثاني اللي يجينا. يعني عندكم استعداد انه تستقبلوا قمرين اصطناعيين؟ اكثر من 2 كان جونا بنستقبلهم ونقعدهم معانا.
أيها السيدات والسادة، نواصل في استطلاعاتنا والخبر خبر الساعة، ومعنا الأستاذ. أهلا وسهلا يا أستاذ. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا عندك خلفية عن موضوع القمر الصناعي، وممكن يقع في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. لا، عندي خلفية تامة وخلفية مكملة في إنه القمر ده هيقع في أي لحظة في أي مكان في أي وقت بدون إنذار. طيب، خوفكم منه قدر شنو؟ خوف؟ أيوة. خوف؟ ها؟ لا، نحن ما قاعدين نخاف. نحن ما في خوف في الحقيقة. في الواقع نحن قاعدين نخاف من الحاجة اللي بنعرفها. نحن ما قبل كده وقع فينا القمر الصناعي. لما يقع فينا القمر الصناعي نشوف بكسرنا قدر شنو، بيقطعنا قدر شنو، بيقتلنا قدر شنو. القمر الجاي بنكون مستعدين عشان نحن ذات خوفنا قدر شنو يعني. أيوة. ترى ما عندنا تجربة، ما بنقدر نخاف من حاجة ما عارفين شنو. والله كلامك منطقي، يعني لما يقع القمر. كان عندك رأي ثاني ولا شنو؟ لا، الحقيقة كنت داير أعرف مدى خوفك. لا، ما في خوف، بس نحن بنخاف من حاجة بعد بنعرف بتخوف كيف، لكن لا سما خوفنا، لا سما يعني إن رأينا تقع فينا وتكسرنا. لما تكسرنا وتعودنا بعد ذاك نعرف نخاف منها كيف. أيوة، حقيقة كلامك منطقي جدا، لأنه يعني لو الحاجة ما حصلت وأنت ما عرفتها ما بتقدر تتكلم عنها. صحيح. فنحن نتلاقي إن شاء الله في القمر الجاي، احتمال نوريك خايفين قد شنو ولا نقوم جايين قد شنو. والله كويس، كتر خيرك. يعني نحن حناخذ تلفونك وعنوانك ونتواصل معك إذا حصل. تحيينا من القمر ده. الله يخليك. شكرا جزيلا. تسلم. الله يخليك. كيف؟ اهلا طيب. عرفتني كيف طوال الطيب؟ صوتي يعني كذا عرفته طوال الطيب. انت طوال الطيب كل مرة تزعل. عرفتني كيف؟ لما انا قايل لك بس انه ما المسألة بتاعت باللمس بالحركة انها كده، يعني الصوت ممكن طوال تسمع بيه تعرف بيه. يا طيب يا اخي، انا قلت لك انا اعمى بصر ما اعمى بصيرة. الحمد لله عليك. الزول بشوف ببصيرته يا طيب. صح. نعم. اها، ما مقلق بخصوص القمر الداري قاعدة. انت عادل شنو حكاية الاغمار اللي بتقع دي؟ الاقمار اللي بتقع دي ما من حسة، دي من زمان، من الخمسينيات تتوقع ساكت تتطاير. هسه طبعا المسائل اختلفت مع التطور العلمي وثورة الاتصالات، بقى الفضاء مليان بالاقمار الصناعية، فبقى جزء اساسي جدا في الحياة. هسه الفضاء مليان بالاقمار الصناعية، اقمار اشكال واحجام اغراض مختلفة، جزء منها اتعمل لمعلومات استخباراتية، جزء منها اتعمل لمعلومات علمية وابحاث علمية، جزء منها خش في الاقتصاد استثمار، جزء اغراض مختلفة. الفضاء مليان يا اخوي بالاقمار الصناعية. الاقمار دي في حركتها حول الارض تحتاج لمراقبة ومتابعة، وانت عارف الازمات الاقتصادية العالمية بقت تشكل الصعوبة، لانه الاقمار دي تصان، تلقى صيانة وتلقى المتابعة الدقيقة، فهي بتقوم تتساقط. يعني انت عارف انا الليلة قريت لي خبر صغير كده الجنب في جريدة انه في مختبر كبير فضائي حيقع مزود بطاقة نووية، محدد التاريخ بتاعه بتاع الوقوع بتاعه. فتشت كل الجرائد الثانية ما لقيت فيها اي خبر. الخبر ده ما فيش لا في التلفزيون لا في اذاعة لا في ناي، ما في عنه اي خبر، ما عنه اي كلام. تعتيم اعلام. ايوه، انت عارف الطيب مسألة التعتيم الاعلامي دي برضه مسألة قديمة جدا. تتذكر القمر الروسي سنة 83 الوقع في كندا؟ بتذكر حاجة زي دي.
القمر ده اصلا كان مزود بطاقة نووية، وكان مهمته افترض لما يستنفذ مهمته يدور حول الارض مدى الحياة، عشان كده زودوه بطاقة نووية. لكن حصل فشل في الأجهزة بتاعته وسقط القمر الصناعي ده، وسقط يعني في كندا. لحسن الحظ الطاقة النووية اللي فيه ما حدثت أي انفجار، يعني ما انفجر. الصاروخ ده كان معتم عنه إعلاميا لأنه كان فيه طاقة نووية، ما أعرف كيف كان حيعمل مشكلة كبيرة جدا في البيئة وفي الأرض، يعني في المنطقة اللي سقط فيها. عشان التعتيم ده كويس انا حانشر الخبر ده. زمان صحيح انه الاخبار في الاذاعات والتلفزيونات، لكن انا حانشر الخبر ده في النت ووصل لاي زول. لازم اي زول في الدنيا دي يعرف انه في كارثه حتقع في الارض، وانه الكارثه دي هي شنو وحتقع في الدين. طيب مشى. انت تعال يا عمي، وين الطيب؟ انا اللي كم يوم كده ما شايف. والله الطيب عنده مشكلة عاوز خلاص. مشكلة؟ الطيب ده مأمور بأنه الغدر ملعب. تخيل إنه يكون في بني آدم في اليوم ممكن يتعرض ل7 8 حوادث. يا اخي دي حاجة غريبة جدا. يعني قلت ليه الحاجات بتنجذب عليه انجذاب عديد كده تمشي عليه. طيب ده هسه حالته النفسية دي هتكون كيف؟ مع القمر ده يرجع ده وما بعرف هيرجع وين وبتاع. ده معناه بيقع في راسه عديد كده بالطريقة دي، ما دام أي حاجة كده بيقع فيها هو. لا ما بيقع فيه، يقع في الناس اللي حوله كلهم، هو يجلي منه، لكن حالته بتكون بطالة. يا ولد مالك، يا ولد مالك، يا ولد مالك، ولد مالك. يا اخي مالك بتكورك يا اخي؟ انا بكورك لك يا اخي، بكورك لك، انا من هناك بكورك لك يا اخي. ما خلاص سمعتك خلاص يا اخي. انت قالت حاجتك في راسي بالاقتتال دي يا اخي، هينه ولا سهله يا اخي؟ انا اتفق معاك انت ولا انتبه للقمر الداري ينزل فينا ده، ولا تسوي شنو يا اخي؟ الحله كلها فايده يا اخي. انا بس اي حاجه تسويها فينا ده يا اخي. انا ما كنت في اللجنه دي ولا كنت مسؤول ذاتي يا اخي. هي زول الطفل الصغير، الراجل الكبير، المرأة كله نزلوا فيني. القمر ده يقع كيف؟ القمر ده بيقع وين؟ انا عارفه لك يا اخي. انا يا اخي ده دول موترني يا اخي، وخلاني ساكت من قبل يا اخي. يا اخي انا والله متوتر يا اخي، والله ولا يا دير، والله انا حالي عليهم والله. انا مسؤول. انا عارف مسؤول شنو يعني؟ انا مسؤول من الناس كلهم يا اخي. ما انا عارف مسؤول من الحته كله. تقول القمر ده انا بوقف انا. انا كل ما في الحله تتلفت تعاي فوق، تتلفت اي زول ماشي عاي فوق يا اخي. جنرال يجيني يا اخي. والله دي مصيبه يا اخي، والله دي مصيبه يا اخي. البتاعه دي كم بوم وقعت كده، احنا ما انقرضنا كلنا يا اخي. عشان كده انا ما ذاتي خايف زيك، انا ما ذاتي خايف زيك يا اخي. انت قال لي انا ما بني ادم برضه يا اخوان، انا ما فيني لحم ودم يا اخوان. انا بس افهم هو هيقع وين عشان انا كان في حته امشي ليها عشان الموضوع تساعد يقع وين دي. انا ماشي لجعفر ده مش اللي احنا رشحناه، مش الزول المسؤول. خلاص احنا نمشي في النادي هسه، كلنا حنتلاقى في النادي عشان ذاته نشوف الموضوع ده ونفتت ونشوف. ما هو ذاته قام لي، قلت حكيت له قلت له انا اشوف اي حته، قام قال لي بفتكر وشنو عارف، والقمر اذا وقع في شنو كده ما عارف، قال لي كلام كده كثير كده، قال لي كلام كثير كده. انا ما قادر اي حاجه، ما فاهم اي حاجه، ما عاد افهم. احنا ذاته كلنا نفهم، لانه راسنا جايب، تعرف يعني راسنا جايب، لانه احنا طوال اعمل حسابه. انا اعمل شنو بس انا امشي وين؟ تمشي وين؟ تمشي النادي، تمشي النادي، تفهم الحاصل شنو؟ كلنا حنتلم هناك في النادي. يلا رح النادي. هاي بدل مالي يا ولد المالك دي مخي كتلت ما بيضح. الموت تبع كاس داير سبيل الاولين والاخرين، لكن كعب يعيقه قطع فيك اعضاء ساكن يودر 7 والله كسر لك سين، والله بقاش اعضاء الافك، خلاص زول راح. لكن في يعني حسوا شو بس اللي بتجي من السماء تاخذ تتحمل الواطن. يا استاذ رحم
محمد. كيف؟ وهلا. الله يبارك فيك. تفضل. لا انا مستعجل، انا مستعجل. بعدين الناس الحله ربشوني ربشه شديده خلاص يا اخي. دول لاقيني زاني يا استاذ يا شنو مالك؟ القمر بقع 200. القمر بقع وين؟ انا ما اعرف بقع وين. انا بيسالوني اسئله انا ما عندي اجابه يا كويس استاذ. كويس محمد. انت مش المرشح؟ اي نعم. مش الترشيح؟ ايوه مرشحتوني طيب فعلا. ولا المسؤول؟ ايوه نعم. من الناس دول؟ بس بدي حاجه. انا موجود في اللجنه. مسؤول في اللجنه. انا كلمتهم قلت لهم يا اخوانا انا مش النادي. الاستاذ يجي يشرح لكم لانه انا والله فترت من يا اخي ما في مشكله انا بشرح لهم، لكن انا اقول لك انت عشان تسال ولا قبل تفهمه. نعم. المساله دي مساله بسيطه جدا. أيوة. هو القمر ده حيقع وين؟ أيوة. ما معروف. أيوة. اوكي؟ أيوة. دي متفقين عليها. متفقين عليها. يعني يقع هنا، يقع في غرب، في شرق، في شمال، في جنوب، ما معروف. ما معروف. اوكي؟ أيوة. لكن الفكره الاساسيه شنو؟ نعم. يعني بالنسبه لي مثلا اخر نشره أيوة. طلعتها وكانت ناس الامريكيه للفضاء في استاذ عليك الله استاذ عليك الله. والله الكلام ده زاد انا سالوني منه، قالوا لي الاستاذ ده كل ما نزل يقول لنا الفكره. لا ما هي بس بقولها عليك الله استاذ. عشان بسيطه. لا ما تندع. ما انت شنو؟ عليك الله استاذ. لا. استاذ افهمني. أي نعم. عليك الله. نعم. عليك الله ما تندع. ما تدفع. طيب. قول لي كلام يفهموا الناس. ليك انت ولا للناس؟ للناس بعدين. انا فترت من كلامك. حافظه عارفه. ما في مشكله. ما في مشكله. انا الناس بعدين في النادي. خلاص جدا. انا هسه امشي معاك ان هم جاهزين، الناس في ناس قاعدين في النادي. الناس ما جاهزين في النادي ولا جاهزين؟ اديني فرصه بس البس وامشي. نعم. البس وامشي. اجي معاك. هاي البس المباشر يعني ولا كيف؟ ظريفه. لا البس هدومي وامشي. البس هدومك. هاي ايوه لبس. بس ولا انا جدا. 5 دقائق. اتفضل يا استاذ. طيب. عليك الله ما تندع. لا ما في مشكله. ما في مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحضور الكريم. الحقيقة نحن يعني أول ما الموضوع ده لأنه حقيقة مقلق الناس كلهم ومقلق الحلة، وأنا والله بصراحة كده الموضوع ده أنا ذاتي حجز بيه حجاز شديد، وأنا والله جاي ماشي في الحلة أي زول يزعلني. الناس كلهم الصغار الكبار النسوان الشباب الموضوع ده القمر ده ولا الحاصل ده احنا ما عارفين له السبب، عشان تاني ما في زول يزعلنا يا اخواننا عليكم الله. احنا جبنا استاذ جعفر ده هسه قدامكم يا هدى، والموضوع ده بالمناسبه باقي له 24 ساعه يا اخي تسنا يا الله مرقنا سالمين. الحين يا اخواننا عشان تاني ما في زول يزعلني يقول لي الكلام ده بيحصل 200 ولا ما بيحصل 200. احنا جبنا لكم الاستاذ جعفر يكلمكم ويتواصل معاكم ويوريكم التفاصيل كلها عنده هو، عشان انا تاني يا اخواننا والله انا فترت من الاسئله تاني ما في زول يزعلني يا اخوان عليكم الله. اتفضل يا استاذ جعفر ورني نازل عليك الله وبال الموضوع ده لانه خلاص قرب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا يعني سعيد جدا أكون معاكم هنا في الحي، وعشان يعني في مشكلة ومشكلة صغيرة في تقدير الناس، يعني ما تكبر الموضوع يعني كثير خالص. الموضوع بتاع القمر اللي حيقع في الوطن ده وما معروف يا إخواننا يقع وين، يعني يقع شرق يقع غرب يقع شمال يقع جنوب ما معروف. فعشان كده الحاجة دايرينها نحن من الناس إنه الناس تكون مؤمنة وتكون موحدة، والحاجة كاتب الله سبحانه وتعالى للناس بتحصل، الناس تنتظر واللي بيحصل إن شاء الله الناس تتقبله. ويعني الله سبحانه وتعالى بيقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. يعني نحن إن شاء الله لا نرفض أي قدر والله شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى يوصل لنا والله يرسل لنا، ده الموضوع. فالناس يعني ما تخاف وما تهلع، وإن شاء الله الأمور بتعدي على خير وما بتحصل حاجة. أنا يعني في واحد من الناس اللي في الحي لقاني خايف، في مرة جاتني تبكي، في محمد المهدي قاعد جنبي ده حالته صعبة جدا. قلت له يا أخي الموضوع ده بنجي نوضحه للناس، الناس بس تصبر. عبد المنعم أخونا عبد المنعم قصته برضه صعبة جدا وولادات وكان خاف عليه، كل الناس خايفين كلنا خايفين على ولاداتنا. في واحد من الناس برضه جاني في البيت والغريب زعلان جدا. ناس حكومة وانتوا ناس يعني مسؤولين سياسيين ومسؤولين من الحي ده وانت منهم وقاعد معانا في الحي ده، انتوا قاعدين تصرفوا على الامن وعلى المخابرات وعلى الجيش ده كله عشان يقوموا بواجبهم. وين الصرف اللي بتعملوه عشان ما تعملوا لنا امن بتحفظه؟ ما من حقنا، ما هسه مصيبه جايه من فوق، ما في كيف يكون ما في امن تحفظها. انا بطمنه وبطمنكم كلكم الناس اللي قاعدين هنا انه نحن عملنا هسه اتفاقيه قريب
ما نعمل امن بتاع فضاء مع وكاله ناسا الامريكيه للفضاء، جاء مندوب منهم، اتفقنا على هذا الامر، وحنعمل وكاله او مركز للمعلومات الفضائيه حيكون في السرورات هنا قريب يعني ان شاء الله. وانا بطمن الناس وما بتحصل حاجه ان شاء الله، وكل بيجي من ربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، نفيدكم بأن القمر الاصطناعي قد سقط في جنوب المحيط الهادي في مكان غير مأهول بالسكان، ولله الشكر ولله الحمد. تمام. طيب. تعال. الحقائق قلت له وقع. انت لازم على البتاع ده يا اخي، البتاع ده ما وقع خلاص انتهى موضوع. وقع المحيط الهادي، شفتها؟ ورق المحيط الهادي جنوبه بعيد. الهادي منه؟ المحيط جنوب المحيط بعيد، ما وقع هنا. بحر المحيط. هاي بحر المحيط، حته بعيده ما قريبه من هنا. هذا وقع هاي فكينا منه. هاي لا تفكينا. الحمد لله. عبد المنعم ازيك يا منعم؟ ازيك؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله على السلامه. الموضوع انتهى. الله يسلمك يا اخي، الله يسلمك يا اخي. بالله يا عبد المنعم، فرق من اليوم اللي لقيتك فيه ذاك زهجان ومتغطي بالدنيا ومتعمم بالاخره، وهسه لما جيت انا شايفك هم اي والله هم والله نزل. حاجه تقع في راسك دي ما مصيبه يا اخي. الحمد لله رب العالمين. قلت لك الله سبحانه وتعالى يعني يقدر الاشياء بشكل كويس يعني. الحمد لله. وهو اولادك قدامك بيلعبوا بيتفرج فيهم مرتاح بامان الله. والله انا همي كله اولادي يا اولادي ده يا اخي بريين يا اخي ذنبهم شنو؟ يا اخي بيلعبوا في امان الله ما فاهمين اي حاجه. الحمد لله. شنو حيقعدون شنو يا اخي؟ لكن الحمد لله والله فرحان بهم فرح والله. يا ناس انت مرتاح تماما. والمساله ببساطه شديده جدا عدته وبقت اخبار ثانيه تسمع انت في انا ما قلت لك والله بدي اشيلهم كده واجري على الغرق ولا اجري اي مكان ثاني. وين والله غريب ما بحارجك حاجه مكتوبه بس مكتوبه انت تقعد زي ما قلت لك وتنتظرها. والحمد لله يعني وقعت بعيد. وقلت لي ماشي الغريب كمان. يا الله يا الله يا استاذ جعفر يا الله. والله انا فرحان يا ابو سعيد. انت عارف يا استاذ جعفر؟ ايوه. انت عارف اخر حته فكرتها فيها اني امشي انا كانت وين؟ انا مش قلت لك ماشي الغريب، ومرات بعد قلت لك ماشي وين وماشي وين؟ ايوه. فكرت في اخر لحظه انه امشي جنوب المحيط الهادي. طيب ما كان في طيستا. العلة كلها الناس كلها فرحانين بس تقول الليلة دي لما تشوفوا قاعد الجبل ده وقع في المحيط الهادي فرح شديد، هللوا وكبروا صغارين، حاجة جميلة خلاص اطمئنوا يا داو. ده والله العظيم من لطف الله علينا. يعني وقع في أبعد حتة كلنا نتخيلها يعني. جنوب المحيط الهادي ده بعيد مننا بعد شديد جدا، لكن انت عارف بيكون متضرر انت لانه ما حصلك كتبتها. جهزنا المفاتيح وجهزنا وكده نزل الكلمة كم دهب وراح عليك يا حبيبي. لكن انت عارف والله المسائل دي يعني الناس بتخوف وبيعملوا هلع واشاعات. لو كان الناس دي ايمانهم قوي مؤمنين انه الحاجه دي كان ما قدرها لك رب العالمين ما بتحصل لك، ما بيحصل لهم الخوف ده. والله يا بروف الحمد لله مؤمنين بالقدر وجاينا ده كله قبلانين به، لكن خوفنا كله من الحاجات اللي بيعملوها الناس دي يرفعوها وتغلبوا وتجينا مصادرين هنا. والله وانت بنادم يا اخي والله دي المشكله عديد. يعني بني ادم ده غايته بس لخبط الكون ده وصافى الواطه. بالله طيب عليك الله احساسك شنو لما سمعت انه الجبل ده وقع في المحيط الهادي؟ ايوه وقع، لكن الخوف من الجاي يا ولد الناس. نحن ما فاهمين اي حاجه، انت قصدك شنو؟ فهمنا الجاي شنو؟ والله انتم ما عارفين اي حاجه. الرحيم الى كل الذين يستمعون لي بهذا الخبر الغير سال، هذا الخبر المحتم عليه، هذا الخبر الذي وجدته صدفة، ولولا اني وجدته بالصدفة
إنسان، وهذا الخبر خبر أعتبره عالمي لكل الدول. هذا الخبر إنه في محطة فضائية سوف تسقط على الأرض وسوف تدمر هذه الأرض، لذلك احتم عليها. لم يتكلموا بها وأسقطوها وجعلوها في خبر ضيق صغير، وأنا التقطت هذا الخبر. هذه المركبة، هذه المحطة الفضائية التي سوف تسقط على الأرض سوف تدمر الأرض. وأنا للأمانة والتاريخ إني أحذر كل مواطن وكل مواطن يستمع لي ويعرفني جيدا إنني لا أكذب. هذه الفضائية سوف تدمركم، فأعملوا حسابكم لأنها أذكركم بأن يوم 11/7 يوم مشهود. لازم تتذكروا يوم 11/7 هذا الخطر، هذه الفضائية سوف تسقط يوم 11/7. تذكروا هذا التاريخ يوم 11/7. يوم 11/7 لكل إنسان أن يتعظ وأن يأخذ الحذر. كلكم الحذر يوم 11/7. أن أي إنسان لازم يعرف يوم 11/7 هذا هو الخطر. السلام عليكم. ايش يا برو؟ تلتمت؟ كيفك؟ الحمد لله. يا اخي الطيب ده ضرب لي تليفون، يعني قال لي كلام غريب جدا. قاشم؟ ما ما عارف، يعني اداني احساس كده انه في حاجه هتحصل له يعني. ودعني وابقوا 10 وان شاء الله ثاني شنو ما تعرف، يعني كلام كثير جدا. الحوادث اللي بتحصل له ما لا يعني زادت بقت 9 الليله في شنو يعني عاديه دي؟ لا الكلام ده ما زين الحاجات اللي بتحصل لي طوالي بيجي منها بالتالي. في حاجه غريبه كده، يعني ما قدرت افهم منه هيحصل لي شنو ولا شاعر بشنو، بس يعني سوليت لي فاحسن زرت نمشي عليه يعني. مش عارف كيف الساعه كم الساعه والله جاي من مناسبه سياسيه متاخره جدا. صعبه جدا والله العظيم. انا استشفيت يعني من طريقه كلامه انه ما طبيعي كده، يعني في حاجه ما طبيعيه يعني. ضروري مش يعني الوطن الليله يا اخي سيكون نام يا احمد قال لك ثاني يا حواسه دي قلت لك بيجلي منها ما في اي حاجه. كذا الصباح يا زلمه بنمشي عليه صباح الله بخير ما في حاجه ما تقلق. الطيب قلت لك اي حاجه بيطلع منها ما تقلق. الصباح ان شاء الله انا اجيب جاي مش عليك. طيب لا انا جاي من مناسبه وناس البيت الاجنبي بابا انا قلت اجي اشوفك عارف شنو. السلام عليكم. الله يبارك فيك. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تذكر غدا يوم 11/7 اليوم المشؤوم. تذكروا انه اليوم المشؤوم، اليوم الذي سوف تسقط فيه هذه المحطة الفضائية التي سوف تدمر هذا. السلام عليكم عادل. وعليكم السلام. كيف يا حالك؟ رجل؟ اهلا مرحبا. ان شاء الله كويس. اهلا امير. تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ان شاء الله انت كويس. الحمد لله. الله يخليك. كيفكم؟ تفضلوا. الله يخليك. والله الحمد مستعجلين، بس مشينا الطيب ده في البيت لقينا البيت مقفول وله كم يوم كده ما قدرنا نلف. الزول ده ما جاك بجاي ولا سمعت عنه اي خبر؟ والله انا ذاتي سائل عنه لو كم يوم كذا انقطع منا خالص. كان كل يوم بيجينا لكن لو فترة كذا انقطع. لا الحوادث اللي بتحصل له دي ما عمل له مشكله كده ولا ازعاج. حوادث شنو؟ حوادث شنو؟ ما في مشكلة زول عادي يعني. لا يعني هو اخر مرة جاك 200 هنا؟ اخر مرة كان معي هنا بيتكلم عن التعتيم الاعلامي للاقمار اللي بتسقط. كيف يعني؟ يعني بيفتكر انه
الأقمار الصناعية اللي بتسقط دي في تعتيم إعلامي بتيم بعد مرات. فقال قرأ في جريدة خبر في ركن صغير كده ما لقوا في أي وسائل إعلام تاني. هو قاعد يعمل شنو؟ بيفتكر ده تعتيم إعلامي. فقال هو حيمشي ويعلن عن خبر كارثة حتحصل عبر النت. عبر النت؟ أيوة. كيف يعني؟ بفتكر إنه الإذاعة يعني حيتجاوز مسألة الإذاعة والتلفزيون لأنه ما فيها شفافية. حيرجع للنت ويخبر كل الناس بالكارثة حتحصل دي يعني. يا اخي والله العظيم الطيب ده هو عنده قمر في الاخبار دي يعني ولا الموضوع ده كده ما شغال به شديد كده يعني هيمشي يقول للناس شنو يعني انه اعملوا حساب كون ولا شنو يا اخي قصته غريبه خلاص. والله كلامه معي هنا اخر مره بدل مشى بدون يقول لي مع السلامه ذاته وقال ماشي عبر النت قال. طيب هسه عندك فكره ممكن يكون وين يعني في البيت ما في النت ده مشى له وين؟ والله انا ما عندي فكره لكن اذا لقيتوا اي خبر كلموني. قصة غريبة. أنا حامل يا أخي نمشي شوف الزور ده يا أخي قصته دي بقت غريبة خلاص. ورونا معكم بعدين يا أخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. بكرة يوم 11/7 حمشي البيت انتظر هناك
عشان يكون مصيري هناك. سبعة نهاية العالم. جاب الكلام ده من وين؟ يظهر ده الخبر اللي كان بيتكلم عنه انه معتمين عليه. سقوط المختبر سكايلر. عندك فكرة عن الموضوع ده؟ سكايلر؟ ده المختبر بتاع الفضاء اللي سووه سنة 73 فعلا. سووه سنة 73 وحصل بعد ذاك في نهاية 73 خلل في اللوحات الشمسية اللي بتمده بالطاقة وأخلوا منه الرواد بتاعينه بعد ذاك وقع فعلا يوم 11/7/79 في مكان جروب استرالي. لكن الكلام ده زمان جابوا من وين ده؟ طيب الخبر ده نقطة من الحكاية. فعلا الخبر ده قطع من هنا، لكن للأسف في حاجة ما قطع معه. شنو؟ الخبر معنون بحدث في مثل هذا اليوم. الطيب ده أكيد بيكون بهناك. أنا هنشوف.